هي عجينة المعروق اللي عم تدوروا عليها عجينة قطني هشاشة وطراوة. وهلأ استنوا شوفوا لشكل العجين من جوا، قطن والله مثل الغيمة. إذا كنتوا لأول مرة عم تزوروا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو إذا عجبتكم الوصفة. اليوم رح نعمل أشهى وأنجح معروق سوري، والعجينة هون لحالها عم تحكي. يعني شو بدي أوصفلكن إياها، عن جد هون الصور والفيديو ما عطوا حقه للمعروق. وهلأ تابعوا معي خطوة بخطوة لورجيكن طراوة المعروق ولورجيكن أسرار العجين. قربوا شوفوا له الهشاشة والطراوة. النكهة والطعم الأصلي للمعروق رح تاخدوه من هذا الفيديو. شايفين كيف؟ عن جد الوصفة ولا غلطة. ويلا نبلش بالعجين. بدنا ظرف خميرة أو مقدار معلقة كبيرة من الخميرة البودرة، وبدنا ربع كاسة سكر، وكمان بدنا كاسة حليب دافئ. وهلأ منحركن لدقيقة وبننتظر عليهم تقريبا 5 دقايق. وبدنا حبتين بيض، منضيف حبة كاملة، الحبة التانية منكسرها ومنشيل منها الصفار نتركه على جنب، ومنضيف بس البياض. هون شايفين كيف؟ هيك بنفصل البياض عن الصفار ومنشيل الصفار وبنتركه على جنب. هلأ بنحط الفانيليا كمان ظرف كامل، وكمان بنضيف ربع كاسة زيت نباتي، وبنخلطهم كمان لدقيقة. هلأ بدنا نضيف المنكهات، بدنا معلقة محلب صغيرة، وبدنا كمان معلقة بيكنج باودر. والبيكنج باودر هون رح يكون بديل محسن للعجين. وكمان بنضيف معلقة صغيرة. وهلأ كمان بنرجع بنحركهم هيك شوي. من بعدها بنبلش بنضيف الطحين. هلأ بدي انزل 4 كاسات طحين، انا هون عملت معيار صغير، انت لو حابين فيكن تضاعفوا المعيار. بعد ما نزلنا الطحين بدنا نضيف رشة ملح تقريبا ربع معلقة صغيرة. وبعدها دوبت معلقتين كبار من الزبدة ونزلتها على الطحين. شغلت العجانة وخليتن ينعجنوا كتير منيح. بدنا العجين يصير ناعم وملس. وبهي المرحلة شوفوا للعجين شوي طري، أنا رجعت ضفت عليه بس معلقتين طحين حتى يلم أكتر. دهنت إيدي بالزيت وشلتن. طبعا بعد ما رجعت كمان عجنتن كتير منيح حسب نوعية الطحين اللي عندكن، يمكن انتو ما تحتاجوا، بس كمان لحنا ما بدنا عجينة مثل العجينة العادي، لازم تكون شوي أطرى. وهون العجين بعد ساعة أنا خمرته بمكان دافي لساعة، فيكن انتو تخمروه من الساعة للساعة ونص رح يكون كتير منيح. شوفولي عن جد هالعجينة ولا غلطة. أهم شي نشيل العجين ونفرغه من الهواء. وأنا هون حبيت أعطيكم وصفة المعروق بطريقة سلسة ومبسطة، وما حبيت أعملكن إياها بأشكال حتى ما تاخد معكم وقت وتكون سهلة التحضير وبنفس الوقت ما تتلبكوا فيها. هلأ الوقت ضيق ودائما بدنا نستغل الوقت، فأنا ما حبيت أعملكن كتير شي صعب. أنا هون متل ما شفتوا قسمت العجينة لقسمين بنفس الحجم، وبعدين أخدت كل قسم وكمان قسمته لنصين. شايفين هي أول قسم بلشت مده، وبعد ما مديته حطيته على ورقة الزبدة على جنب، وعملت القرص التاني بنفس الحجم. شايفين كيف لازم يكونوا بنفس الحجم حتى نقدر نطبق الطبقة الأولى على الطبقة التانية. حبيت اختار لكم أشكال تتشكل معكم بسهولة. اتركوا سماكة شوي بالعجين بالطبقتين ما ترققوهم كتير، وعلى الأطراف كمان اتركوهم فاضيين حتى تقدروا تسكروهم. وهلأ هيك بنحط الطبقة اللي فوق وبنرجع بنضغط عليها شوي من الأطراف حتى تتسكر. رح أضغط عليها ضغطة خفيفة هيك من فوق، هيك بتكون صارت جاهزة. باقي كمية العجين قطعتها لكرات
والكرات كلها بنفس الحجم، ورح نحشيهم بالتمر والشوكولا. وهلأ بعد ما خلصنا تقطيع بناخد قطعة بنفردها بهالحجم هاد، وبنحط كمية من التمر وبنسكر عليها. القطعة التانية كمان نفس الشي بنفردها شوي، وبنحط كمية شوكولا وبنسكر كمان بنفس الطريقة. أهم شي بحشوة الشوكولا تضغط عليها كتير منيح حتى ما تطلع الحشوة بالفرن. وهي بعد ما حشينا الكمية ورتبناهم بالصينية رح نتركن يتخمروا ساعة. رح قولكن على طريقة لتخمروا فيها العجين. أنجح طريقة هي إنكن تغلوا مي بطنجرة، وبعد ما تغلي المي تحطوها بأرض الفرن، ومن بعدها تحطوا صواني المعروك فوق. هيك رح يتخمر معكن العجين بطريقة كتير ناجحة، ورح ياخد من نص ساعة للساعة. بعدها طلعوها من الفرن وحطوا على صفار البيض اللي تركناه على جنب شوية حليب ورشة فانيليا، خلطوهم كتير منيح. بلشوا دهنوهم شوي شوي وبالريشة ومن دون ما تضغطوا عليهم. أنا هون صورتلكن الحشوات بس ما بعرف كيف انحذفوا من عندي أو الكاميرا ما صورت، ما بعرف. العجوة اللي بدكن تحشوا فيها دائما لازم تعجنوها بشوية سمنة، بس تخلصوا فيكن ترشوا عليهم السمسم. وهي الشكل التاني اللي حشيناه بجوز الهند وزبيب، بنحط كمية جوز هند وشوية زبيب وبنخلطن شوي شوي حتى يتماسكوا بالحليب المكثف المحلى أو بالقطر. ما تنسوا تكتبولي بالتعليقات شو الحشوات اللي بتفضلوها أكتر شي. وكمان بس نخلص دهن بنرش عليها السمسم. ركزولي على العجين كيف متضاعف حجمه، هي أفضل طريقة لتخمروا فيها المعروك، وبتحمل الفرن على أعلى درجة. وبس بلشت شوي تضبط الفرن على 200 درجة مئوية، وبس استوت من تحت بنشغل عليها شوي فوق لتاخد لون. رح تاخد معكم من 10 دقايق ل15 دقيقة. أول ما تطلع من الفرن بنجيب القطر بنحط عليه شوية سمنة وبندهنن كتير منيح. فيكن كمان تدهنوها بالزبدة وبعدها بالقطر كمان بيمشي الحال. منرش عليه جوز الهند والفستق الحلبي لو حابين. والله شو بدي أقولكن لسه على الواقع أشهى بكتير. قربلكن كمان شوي وشوفوها مرة تانية عن قريب، والله تحفة فنية. يا عيني على الطراوة، والله الجمال يتكلم. هي طلعتلكن الصينية التانية، شوفولي اياها كمان عم بدهنلكن اياها بنفس الطريقة. أهم شي بس نخلص دهن نتركها شوي تبرد ونغطيها حتى نحافظ على طراوتها. ما تنسوا تعطونا رأيكن وتقولوا أي شكل بتلاقوه مناسب أكتر لرمضان. وهيك بتكون وصفتنا لليوم صارت جاهزة. ما تنسوا تعطونا رأيكن ودعمكن بلايك واشتراك إذا مالكم مشتركين.